الزوجة الصالحة اللي عاوزة تعيش مع أولادي وتستكن ببيتي وتعيش مع زوجي على الحلوة وعلى المرة. وفي الزوجة التانية لا عجباها الحلوة ولا عجباها المرة. طب ايه الحل فيه؟ ودي يعملوا لها ايه عشان تتخلص من الداء السيء اللي فيه؟ ملهاش غير حلين. الحل الاولاني انه ربنا يفتكره وتغور، والحل التاني انك انت تطلقي، بس يا عيني مش هتقدر. ممكن واخد عليك قايمة ب200,000 ب300,000 ب500,000، فمش هتقدر. طب هتعمل لها ايه؟ كل يوم ترفع أكف الضراعة وفي الفجر وتيدن وتقول يا رب ناديتك إنك تخلصني مني، وربنا عليه القبول إن شاء الله. طبعا أنا الكلام ديتي قلته أنا يمكن بهزر شوي، ولكن الصح إن الزوجة الصالحة اللي عايشة على الحلوة وعلى مرة مع جوزي دي حاجة معروفة لا جدال فيه. والزوجة لا عاجبها الحلو ولا عاجبها المر، ده عيب راجل. عيب راجل معرفش يشكم مرته ويقول لها وقفي هنا، اللي بتعمليه ده غلط. سواء كانت مزعلة أم، سواء كانت مزعلة أبوه، كانت سواء مزعلاه هو. أخسيبك من إخواته ولا قاربه ولا دول أهم الأشياء. تحاول إنك أنت تكون راجل، لك شخصية، لك احترامك عنديه، تكون المثال ليه، تكون الراجل بالفعل اللي شايفاه قدامه عين ما قال الكلمة واحد يبقى واحد، اتنين يبقى اتنين. مش راجل عين ما قال واحد تقول له 10. ما تبقاش راجل رجروج أو مرجرج. ما هو حالة من الاتنين، يا رجروج يا مرجرج، فما بلاش حل تاني. كان واجب من أول يوم خشت عندك قلت لها 1 2 3، أمي وأبوي دول رقم 1 وأنا رقم 3. أمي وأبوي رقم 1 وأنا رقم 2. ما هي أمك وأبوك وإنت. سبت لها الحبل وفرطته، اترخيت. تطاولت مرة واثنين وثلاثة. تطاولت على أبوك، ممكن تطاولت بالضرب، تطاولت على أمك برضك بالضرب، تطاولت على أخواتك برضك بالضرب والشتيمة، وانت حاطط يدك في المية الباردة. خايف من حاجات كتيرة. طبعا في ناس كتيرة هتفتكر القصة دي عليه، وفي ناس كتيرة هتقول ده بيومي حاكي القصة دي عشاني أنا. ولكن قسما بجلالة الله القصة دي ما في حد مخصص بيها أو حد معين أنا حكيها له، ولكن أنا بحكي حاجة من واقع الحياة. كلنا عايشيني وكلنا ملتمسينه وكلنا عارفيني. بنحكي حاجة أنت عايش فيه وأنا عايش فيه وكل الناس المتزوجة عايشة فيه. فعشان مرتك تطاوعك على الحلوة والمرة لازم تمشي على سلوكك وعلى طباعك وعلى شخصيتك. مشت على دولي هتعيش معاك طول حياتي، ما مشتش على دولي يبقى يخلف ربنا فيك، وإن لله وإنا إليه راجعون فيك وفيه. ولكن أقسم لكم بالله تاني القصة دي محكيها موجه بيها لشخص معين أو حد بعينه، ولكن قصة حكيها من الواقع اللي عايشينه في الدنيا. تحياتي ليكم.